هذا الشيطان وكأنه ناقوس الخطر. مش في أجلكم الله القطيع، مش في للقطيع في كلاب تحرس هذا القطيع. طيب لما في غنمي شردت شو بيساوي هذا الكلب أجلكم الله؟ بيلحقها، بيهجم عليها عشان يردها، وانت هيك هذا الشياطين الله بيسلطها عليك لكي يردك إليه من عالم غيبي. ليه من عالم غيبي؟ عشان تخاف من الغيب الأكبر. الغيب الأكبر الله جل في علاه، والنار والصراط وعذاب القبر وكل هذا عشان تخاف. انت خفت من الشيطان بيجيك بالاحلام يبعطل لك حياتك، رحت لقيت سحر وكذا وكل هذه الامور. والغير تائب يا جماعه اذا ابطل سحر سيعود اليه السحر، فعلى الراقي ان ينبه انا سارقيك وانا قد ابطل لك السحر، لكن الذي هذا الراقي لازم يحدث المريض ويقول له الذي سلط عليك السحر مش الساحر، الله بيد الساحر، وأذن لهذا السحر أن يعمل أعماله فيك. الله الذي أذن. ليش؟ لأنك أنت عاصي، لأنك أنت بعيد عن الله. أنا سأبطل إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا السحر، لكن ما فيش عندك ضمان، ولا مش بقول له تعطيني ضمانات لسنة أو لثلاث أشهر، ما عنديش ضمان ولا لدقيقة. أنا أبطله. يهرب الشيطان من هنا، تخرج من عندي من هون يعود إليك. عشان هيك بتقول لي ما تركت راقي وما تركت مكان، ذهبت 30 سنة. يا جماعة 30 سنة انتم عاصيين لله. تداركوا أنفسكم. إذا أنت مهموم ومديون 30 سنة أنت عاصي لله. 30 سنة أنت عاصي، يعني الله بشد عليك وأنت مش فاهم. أذن الله لك أن تسمع هذا الكلام، فأنت بعيد عن الله والله سلط عليك. كل شيء مسلط عليك هو من الله. إذا أنا أجيت وضربتك، أنا الآن لقيتك ضربتك هكذا، أهي جاءت هكذا؟ الله سلطني ضربتك. وفي حكمة من وراء الضرب هذا، في حكمة، وفي حكمة من كل شيء يا جماعة.